بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنعمل النهاردة الطحينة، كوبايتين سمسم وكوباية دقيق، كوباية سمسم محمص، كوباية سمسم أبيض، ومعاهم كوباية دقيق. طاسة على النار، بننزل بكوباية سمسم المحمص ومع كوباية السمسم الأبيض، وبنقلبهم نشوحهم كده حوالي دقيقة كده على النار. دقيقة بننزل عليهم بكوباية دقيق وبنقلبهم مع بعض، ما بنحمصهمش لكن بنسخنهم، نقلب فيهم لحد ما يسخنوا كويس لدرجة إن إيدينا تستحمل سخونيتهم. نقلبهم مع بعض، نسخنهم جامد وما نوصلهمش لدرجة التحميص. بعد ما بيسخنوا جامد كده بندفع عليهم وننزل في بولة، بننزلهم في بولة، نجيب مطحنة وننزل بالتدريج جزء جزء في المطحنة، نطحنهم ناعم، نطحنهم لحد ما ينعموا خالص بالشكل ده، بيبقوا شبه عجينة كده بسيطة. نكمل بقية الكمية، نطحن الكمية كلها، نخلص الكمية كلها ونبتدي نجيب شفشق الخلاط وننزل بالكمية كلها في شفشق الخلاط. بعد كده بنجيب حوالي كوباية إلا ربع زيت، بس الزيت يكون نوعه حلو ملوش ريحة، عشان الزيت لو مكانش نوعه حلو بيخلي ريحة الطحينة مش حلوة. ننزل بكوباية إلا ربع زيت على كوبايتين السمسم وكوباية الدقيق، ولو احتاجنا الزيت بنزود بعد كده حسب سمكة الطحينة. نبتدي نضربهم في الخلاط ونشوف السمك بتاعها. انا حطيت كوباية الا ربع زيت، اداني نفس السمك بتاع الطحينة ده. انت حابة تخفي الطحينة عن كده تزودي زيت، بس انا حابة السمك بتاعها يكون بالشكل ده. اخدت معايا حوالي كوباية الا ربع زيت بس، سمكها بالشكل ده. وألف هنا.